ورجعنا لكم في فيديو جديد على قناتكم ريفيو تك. معاكم محمد ابو اليزيد. ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبالف خير. في الفيديو بتاع النهارده انا حابب احكي معاكم خلاصه تجربه تقريبا دامت لمده سنه مع التكييف الصحراوي بتاع فريش. والفيديو الاولاني اللي عندكم في الاي فوق وصل لاكتر من 65,000 مشاهده، وناس كتير كانت مهتمه تعرف مميزاته وعيوبه، وعشان كده حابب اتكلم معاكم النهارده في الفيديو ده بالتفصيل اكتر عن التكييف الصحراوي. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في الشانل عشان اي فيديو جديد ننزله يوصلك على طول. وكالعاده معاكم محمد ابو اليزيد، قناه ريفيو تك، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. بص، خليني اقول لك اني هتكلم عن التكييف الصحراوي وهقارنه لك بالمروحه العاديه خالص، لانها مقارنه مهمه جدا. وفي اخر الفيديو هتلاقوا جدول كده مقارنه التكييف الصحراوي مع التكييف العادي وكمان مع المروحه. مبدئيا اول حاجه هي نقطه التسعير. بالنسبه للتكييف الصحراوي اللي معايا دوت ال 25 لتر بتاع فريش، بنتكلم تقريبا في سعر 3200 جنيه. طبعا ده وقت تصوير الفيديو، السعر بعدين ممكن يختلف، يزيد او يقل. في حين ان المروحه العاديه مثلا فريش او اي ماركه تانية ممكن تعمل لها 1100 1000 جنيه 1000 ونص، يعني 2000 جنيه، ما بتزيدش عن كده. طبعا حسب الماركه وحسب الشركه، في حاجات ب 800 جنيه لو انت عايز. وخليني اقول لك على كام عيب في التكييف الصحراوي. اولهم وهو انه ما بينفعش في الاماكن اللي فيها رطوبه عاليه او في الاماكن المغلقه. طبعا زي ما احنا عارفين ان التكييف الصحراوي بيعتمد على تبخير الميه، فلما الرطوبه بتكون عاليه مثلا زي اسكندريه او دمياط، فنسبه التبخير بتقل، وبالتالي التبريد بيبقى ضعيف جدا للاسف. تاني عيب فيه وهو انه بيرفع نسبه الرطوبه اللي موجوده في الجو، فاستخدامه في الاماكن المقفوله مثلا زي الاوض او كده بيخلي الجو تحس ان هو مخنوق، لان كل اللي التكييف الصحراوي بيعمله هو انه بيزود الرطوبه، مش بيشفطها زي التكييف العادي. ومش هتحس بكلامي ده الا اذا شغلت التكييف الصحراوي على التبريد بتاعه وحطيت فيه ميه ساقعه وقعدت قدامه مثلا في اوضه مقفوله لمده ساعه. اول ما بتخرج من الاوضه وتخرج بره الاوضه بتلاقي الجو بره احسن بكتير من الاوضه بتاعتك، فبتحس ان هو جايب لك هواء خانقك، مش عارف تتنفس اصلا بسبب الهواء ده. وبقيه الاوضه بتبقى سخنه وزي الفرن حرفيا من كتر الرطوبه اللي فيها. وده هيودينا لثالث عيب فيه وللاسف، وان هو لازم يتحط في اماكن مفتوحه او جيده التهويه. يعني ما ينفعش تحطه في اوضه مقفوله زي المروحه مثلا. والشبابيك مثلا اللي مفتوحه في الاوضه بتساعد على ان الهواء اللي مليان رطوبه دوت يطلع من الاوضه، والا هتحس حرفيا انك قاعد في حمام بخار. رابع عيب واللي هو معظم الناس معتقداه ان التكييف دوت بيبرد الاوضه زي التكييف العادي. طبعا احنا زي ما قلنا ان التكييف العادي بيسحب الرطوبه من الجو ويحط مكانها هواء ساقع، انما ده هنا بيعتمد على تبخير الميه، فبالتالي رذاذ الماء اللي بيتحرك من التكييف ده بيعمل رطوبه في الاوضه فبيسخن الاوضه. فلو مثلا عندك اوضه درجه حرارتها 24 وشغلت فيها تكييف عادي تقدر تنزلها ل 20 او ل 16، انما نفس الاوضه لو شغلت فيها التكييف ده في خلال ساعه، لو الاوضه ديت مش متهويه كويس، درجه الحراره في الاوضه هتزيد مش هتقل. العيب اللي بعد كده وهو انك لازم تزود له ميه باستمرار. للاسف لو شغلته على التبريد ونسيت تزود له ميه او الجهاز ما كانش فيه ميه، ممكن الموتور بتاعه يتحرق او الكواليتي بتاعت التبريد نفسها تقل مع الوقت. في كمان عيب تاني وهو رخم، وان هو بيجمع املاح طبعا من الميه الجاريه فيه باستمرار، وبيبقى فيه تراكمات جوه الجهاز طبعا لو الميه ديت مش نظيفه، واللي بالتالي بيؤدي ان يحصل ترسبات جوه الجهاز بتاثر طبعا على الكواليتي بتاعته. طبعا اخر عيب وكلكم متوقعينه وانا قلته في الفيديو اللي فات وهو الصوت بتاعه. يا جماعه الصوت بتاعه عالي قوي مقارنه بالمروحه العاديه. المروحه العاديه انت كل اللي بتبقى سامعه منها صوت الريش بس وهي بتلف في الهواء، ده منطقي. انما الجهاز ده بيعمل صوت غشيم قوي بيقفلك من حياتك، لدرجه ان لما بكون مشغله اول ما بطفيه بحس الدنيا هديت والصوت هدي قوي، اللي هو ايه يا جدعان الزن اللي انا كنت عايش فيه ده وفي ايه؟ طيب يا معلم انت قفلتني من التكييف، بصراحه انا كده مش هشتريه. لا بص اقول لك حاجه، لو عايز تشتري التكييف ده لازم تحطه في اوضه مفتوحه وما يبقاش عندك مشكله معاه طبعا في التسعير بتاعه، لان هو السعر بتاعه غالي على الوظيفه بتاعته. وفي عيب كمان في التكييف مقارنه بالمروحه العاديه، ان هو زي ما انتم شايفين حجمه رفيع، فالهواء اللي بيخرج منه بتحس ان هو خارج عامل كده، يعني هو ماشي في خطين مستقيمين ورفيع قوي. لو اتنين قاعدين جنب بعض غالبا هيوزع الهواء عليهم هما الاتنين بالعافيه. ده مقارنه بالمروحه العاديه اللي هي مثلا حجم 16 او 18 بوصه، الهواء بيخرج بيتفرع يمين وشمال، وطبعا بيفرق في المدى بتاعه بتاع التبريد. وبمناسبه الكلام عن مدى التبريد، المدى اللي التكييف ده بيوصل له ضعيف قوي. يعني لو حطيناه هو والمروحه جنب بعض، المروحه بتوصل هواء ابعد مما التكييف ده بيوصل. والجدول اللي قدامك ده بقى فيه مقارنه بين التكييف الصحراوي
والتكييف العادي اللي هو الفريون والمروحه العاديه. من حيث قوه التبريد زي ما انتم شايفين احسن قوه تبريد هي طبعا بتاعه التكييف الفريون، وبعدين التكييف الصحراوي حسب طبعا الجو والرطوبه في الجو، واخر حاجه المروحه لانها طبعا بتحرك الهواء بس مش بتعمل اي نوع من انواع التبريد، هي بتجيب هواء مش اكتر. لما نتكلم على الرطوبه فالتكييف الصحراوي مش مناسب خالص مع الرطوبه، التكييف الفريون بيشتغل في اي جو ما بيهموش، والمروحه العاديه بتشتغل عادي في الرطوبه بس مش بتبرد الجو. طبعا التكييف الصحراوي محتاج تهويه كويسه، التكييف العادي بيشتغل كويس طبعا في الاماكن المقفوله لان هو بيجيب الهواء من بره الشارع، بيشتغل كويس طبعا في الاماكن المقفوله ما بيفرقش معاه، والمروحه مش بتحتاج تهويه بس لو في تهويه يبقى احسن طبعا. من حيث الرطوبه فالتكييف الصحراوي بيرفع الرطوبه، التكييف العادي بيسحب الرطوبه خالص من الجو، والمروحه ما بتاثرش على الرطوبه خالص. استهلاك الكهرباء طبعا في التكييف الفريون بيبقى عالي، في التكييف الصحراوي قليل شويه، والمروحه اقل حاجه فيهم طبعا. الصيانه بالنسبه للمروحه هي ابسط حاجه، بالنسبه للتكييف الفريون لازم يبقى فيه طبعا صيانه الفريون وتنظيف للفلاتر بشكل مستمر، وبالنسبه للجهاز التهمه اللي جنبي ده طبعا بيحتاج صيانه كل شويه وتنظف مكان الميه اللي بتعمل ترسبات واملاح جوه الجهاز. ومن حيث الصوت فالتكييف الصحراوي صوته اعلى حاجه فيهم، يليه بعد كده التكييف الفريون طبعا صوته بيبقى اهدى، والمروحه صوتها بيبقى متوسط ما بين الاثنين. لو هنتكلم بقى عن السعر فطبعا التكييف العادي الفريون بيبقى غالي شويه، يعني مثلا نقول 20,000 جنيه عشان تجيب تكييف 1.5 حصان. يليه بعد كده في السعر التكييف اللي هو الصحراوي، قول تقريبا 3,500 عشان تاخد تكييف كويس. يليهم بعد كده المروحه سعرها بيبدأ مثلا من 800 جنيه. طبعا ده وقت تصوير الفيديو، لو شفت الفيديو ده بعد سنة الله أعلم الأسعار هتكون فين. من حيث قابلية النقل فطبعا التكييف الصحراوي والمروحة العادية سهلين جدا في التحريك، لكن التكييف الفريون بيبقى صعب. واخر حاجة مفيش حاجة فيهم بتستهلك مية غير التكييف الصحراوي، هو اللي بيحتاج مية عشان تشغل التبريد بتاعه. الخلاصة بقى لو عايز تبريد قوي وحقيقي ومضمون اشتري تكييف الفريون اللي هو سعره بيعدي 20,000 جنيه. لو عايز حل اقتصادي تمشي الدنيا كده وتبتدي تهوي الأوضة بطريقة كويسة اشتري التكييف الصحراوي. لو عايز هوا كويس ومناسب والسعر طبعا على قد الايد اشتري المروحه العاديه. انا بصراحه مش حابب تجربه التكييف الصحراوي، ما انصحش اي حد ان هو يشتريه، يا تشتري مروحه عاديه يا اما ممكن تجيب مثلا تكييف مستعمل بيبقى مثلا ب 12,000 ولا حاجه، تبقى منك وفرت شويه ومنك ما رحتش للحل ده، لان بصراحه اللي يجيب التكييف ده من وجهة نظري رأيي الشخصي انا شايف ان هو بيرمي فلوسه في الارض. وبس كده، دي كانت كل حاجة انتم محتاجين تعرفوها عن التكييف الصحراوي. اتمنى الفيديو ده يعجبكم وتشيروه مع اصحابكم وتشيروه مع اي حد محتاج ان هو يجيب تكييف صحراوي او بيفكر يجيبه. ويا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناة وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد اول ما ينزل يوصل لكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجاية والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.